الانطلاقه الى الفيلم القصير ومنا الى عالم السينما وطريق السينما اللي يتمناها كل فنان وكل ممثل ومخرج ومنتج. لكن زي ما قلت سيادتك مدراء القنوات بيقول لك شو نستفيد انا من مضبوط. يعني في مرات نضطر اني انا اتعامل مع منتج عصير حليب دجاج اي حاجه بحيث انه يخش معايا في الرعايه هذه والقصه هذه، وكنت انا نبحث ندور في حل نروح هناك بنعرف الشيء بتاعي او بنعرف فكرتي، ونفس الوقت ما فيش باس يعني حتى انا يكون في عائد مادي. ايضا التوجه السياسي، المشكله واعتقد انه هو محور الندوه اليوم القنوات الفضائيه. القنوات الفضائيه اصبحت كل قناه لها توجه معين، واصبحت تفرض على المبدع انه هو يندرج تحت اجندتها. بماذا؟ بامكانيه انتاج هذه الافلام. انت مبدع تنتج الفيلم بتاعك ماشي ما عندناش مشكله، بس تتكلم عن الموضوع الفلاني ولا تتكلم عن هذا، وتقول هذه ولا تقول هذه. يقول لك انا قناه خاصه يعني انا عندي التوجه بتاعي. ايضا الدوله ما زالت متكونه عندنا، فما زال ما حطتش سياسه معينه لهذه الافلام. احنا حضورنا للقاهره ولهذا المهرجان بالذات يعني تشجيع لهذا المهرجان اللي نعتبروه خطوه متقدمه، ونحاول ان نحن نلحق بها والتقديم. بارك الله فيكم، موفقين جميعا.